السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا رجالة وازاي الحلقة دي عظمة من نوع آخر عشان نتعلم مع بعض ازاي نعمل غلاف اللي انتوا شايفينه ده، وده آخر غلاف فلسفة هنشرحه. بعد ما عملنا غلافين قبليه أنصحك ترجع تشوفهم من علامة الآي اللي فوق، وفي هدية مميزة أوي لأجمل متابعين في الدنيا. ملف الملحقات هتلاقي فيه فولدرين، واحد من الملحقات المستخدمة في شرح غلاف النهاردة، والتاني هدية مميزة أوي. طيب نشوف الملف الشرح اللي احنا هنستخدمه النهارده. دي الملفات اللي عندنا، تمام، وهتلاقي فيها برضو التكست افكت وفونتين عندنا وشويه الصور دي، تمام. والهديه بقى اللي انا مقدمها لكم على الغلاف شويه صور كده عظمه على عظمه، وكمان فونتين بريميوم جامدين قوي قوي، انجلش جامدين جدا جدا. دي الصور كده هنستعرضها مع بعض بسرعه، تمام. زي ما انتم شايفين يا شباب، يعني شويه صور بجد حاجه عظمه قوي، تستخدمهم بقى زي ما انت عايز يا برنس، عيش بخيالك، فاهم؟ في اي غلاف فلسفه معاك استخدم كل الملفات اللي انت شايفها دي، وكل الملفات دي بريميوم. وكمان في ملفات هتلاقيها عندك بي اس دي بالشكل ده، حاجه كده خيال. وحاجات عندك برضو فيكتور زي دي، وديت برضو، وده ملف فيكتور جامد 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 يعني. وكمان ملف الورق اللي احنا مستخدمينه في الغلاف عندنا هتلاقيه برضو في الملف بتاع الهديه. هتلاقي لينك تحميل الملف في قناه التليجرام، ولينكها هتلاقيه في الوصف الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هيتم رفعها بعد ما نخلص الفيديو ده على طول. وفي جروب التليجرام واللي فيها هنشارك تجارب المشتركين واقتراحات الفيديوهات الجايه، وهنتشاور مع بعض. لو في حد محتاج نصيحه او ملف او اي حاجه هنفيده قدر المستطاع. فانصحك تخش في قناه التليجرام الخاصه بملحقات الفيديوهات وهدايا المشتركين، وفي حاجات تانية كتير. وبرضو عايزك تخش في جروب التليجرام عشان هنشارك فيه تجارب الأعضاء، يعني الناس اللي طبقت ورايا في الأغلفة والكلام ده كله. والشروحات الجاية يا ريت تنزل تجاربها هنا والحاجات عشان لو فيها أخطاء نصلحها مع بعض وكده يعني. وأنا مش هطول عليكم، أنا محمد جادو ودي قناة جادو جرافيك، فخلينا نخش في الشرح على طول. طب يا شباب، أنا دلوقتي جهزت الملف وجهزت برضو الجايد التقسيمات زي ما عملنا في الفيديوهات اللي فاتت. فأنت لو مش عارف إزاي فأنصحك تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، هتلاقينا احنا شرحنا الموضوع ده كتير. هنجيب دلوقتي الخلفيه المستخدمه في الغلاف وهنحطها بالشكل ده، تمام، او زي الفل. وهنيجي فوقيها ونعمل ليفلز كليبنج ماسك، ونروح منزلين دي يعني بالشكل ده، ممكن لحد النص كده كفايه. ونيجي من هنا وناخد الانجريدينت من تحت بالشكل ده، حلو قوي زي الفل. هنيجي بعد كده للصوره الثانيه من اداه الماجيك ونحدد. هي كلها تتحدد اصلا عشان الخلفيه بيضه، فالموضوع يبقى سهل هنا يعني. ونعمل كليبنج ماسك، وبعد كده نعمل دوس كنترول اي، وبعد كده نيجي ونعمل لها كونفرت سمارت اوبشن وكنترول تي، ونصغر معانا الصوره ونحطها في الديزاين بتاعنا بالشكل ده، تمام. ممكن نصغرها شويه كمان، سنسايه كمان، بس كده حلو قوي. هنيجي عليها ونديها برضو واحده ليفلز، نعمل لها كليبنج ماسك وننزل دي برضو لحد النص كده، حلو قوي. نديها جريدينت من تحت برضو زي ما عملنا المره اللي فاتت، بس نرفع الجريدينت شويه فوق كده، تمام. وهنيجي يا شباب من هنا ونعمل لهم ليفلز برضو، وننزل بقى الليفلز دوت شويه حلوين كده يعني، فاهم؟ بالشكل ده. وبعد كده هنيجي ونعمله كده، بس هنرفع دي حبه كده مثلا، حلو قوي. طبعا انا مش عايز الجزء ده اللي هو الجزء التاني دوت، مش عايز فيه الجريدينت. في حاجه هختار الاداه دي واحدد الجزء ده، وهاجي من اداه الاستيكه وابتدي امسح، وانا مختار اللون الابيض، خلي بالك. تمام تمام زي الفل. دلوقتي هنيجي ونستخدم فونت كالسيوم اللي استخدمناه قبل كده بالشكل ده يا شباب، هنخليه ورا الشيب بتاعنا اللي هو ده، تمام كده اهو. وهنعمله اوفرلاي، وهنعمل واحد منه كمان يعني كنترول جي، واحنا واقفين عليه هنعمل كنترول جي عشان نعمل دبليكيت لللاير بتاعتنا، بس دي هنخليها نورمال. ونيجي برضو من اداه نعمل لها ماسك، ونيجي برضو من اداه الجريدينت ونعمل كده اهو، بس واحنا كده، ايوه، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. تمام تمام يا شباب. وهنيجي هنا تحت الفونت اللي احنا استخدمناه ونعمل لاير. في اللاير ديت هنيجي نختار اداة البرش، ومن هنا هنخليها 100% يلو،
و40% او خليها 50% ماجنتا. تمام. وهنخلي الاوبست 80 والفلو 70 والهاردنس 0. حلو بالشكل ده، وندوس مرة في التانية. حلو الكلام. خليها معلش صغر كده في التالتة، ونعملها سكرين، وهنيجي فوقيهم ونختار اللون الابيض. بس المرة دي هنعلي الاوبست لحد 100 وندوس دوسة في التانية، ونخليها برضو سكرين، او ممكن مثلا نخليها اوفرلاي، شكلها بيبقى احلى يعني. تمام يا شباب. هنجيب دلوقتي صورة البرق اللي احنا حملناه، ونيجي من هنا ونختارها سكرين، نصغرها بالشكل ده. تمام. وندوس عليها كنترول ال عشان نجيب الليفلز، وننزل دي ونرفع دي شوية كده. حلو قوي. وندوس كنترول يو ونبتدي نلعب بالساتوريشن. ممكن نقلل الساتوريشن على الاخر. حلو، شكلها كده هيبقى احلى. ونعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. ممكن برضو نعمل واحدة بالشكل ده، نكررها وندوس عليها الت ونكررها بالشكل ده. تمام. بعد كده هنفتح التكست افكت اللي احنا محملينه، ندوس عليه دبل كليك، ونشيل دي ونكتب الفيلسوف بالشكل ده. ندوس من هنا اس. ولو جات لكم كده يا شباب عادي جدا ان الاداة ديت من اداة الكروب، وزود عندك كده، ندوس يس. تمام. نلغي كل اللاير ونخلي اللاير بتاعت 3 دي، واحنا واقفين على دي هندوس الت شيفت كنترول اي، هتعمل لنا لاير جديد هناخدها ونعمل لها كونفرت سمارت اوبجكت بالشكل ده، واخدها وانقلها عندي في الغلاف كده. حلو. هنيجي في ملف الهدية اللي انت حملته وهنفتحه يا شباب زي ما انتم شايفين كده. تمام. انا استخدمت في الشرح البيبر دي. تمام. فهدوس عليها دبل كليك، وبعد كده دبل كليك وانا واقف على دي، دبل كليك وانا واقف على دي، لحد ما يبقى معايا كده، واروح دايس ديليت. بعدين ادوس هنا دبل كليك، بعدين ادوس عليها تاني دبل كليك، ارجع دبل كليك في دبل كليك، دبل كليك واحد اهي، واكبرها بالشكل ده. تمام. واخدها هنا كده، وهكتب كلمة سلسلة بفونت ديما اللي انا رافعه لك في الملف برضو، حمله واستخدم نفس الفونت بالظبط اهو، ديما فونت. تمام. ممكن نكبر كلمة سلسلة شوية وننزلها تحت كده زي الفل قوي. تمام. هنستخدم في الجزء ده هنكتب اسم المدرس ونحط الكيو ار، فانا سريعا كده هضيف انا الكيو ار واحط الاسم. طب يا شباب دلوقتي انا ضفت اسم المدرس. تمام. ممكن اخد نفس الفونت بتاع السلسلة دوت واخليه هنا، واكتب اعداد بالشكل ده. هكبرها سنة، هي منع في ايه. طب يا شباب دلوقتي احنا يعتبر خلصنا وش الغلاف، ناقص بس حاجة بسيطة. هنيجي هنا من أداة الريكتانجل ونعمل كده شيب بالشكل ده، ونزود الكيرف شوية. زود يا باشمهندس طارق ما يهمكش. تيجي هنا ودايس عليه دبل كليك، تلغي الفل الزيرو خلي بالك. بعد كده تيجي عند دروب شادو. تمام. وظبط بقى، خلي الدروب شادو زاوية 90. السايز ممكن مثلا 70، والديستنس مثلا ننزلها لحد 15 كويس. والاوبستي هنخليه 80.
والبتاعه تبقى مالتيبلاي. وبعد كده هنيجي من هنا من عند الستروك ونعمل ستروك نخليه اوتسايد. تمام. ونيجي هنا جريدينت ندوس عليها ونختار دي اللي هي ابيض وشفاف، وعند الابيض ده هندوس عليها ونختار اللون ده اللي هو البرتقاني بالشكل ده، ونيجي عند السايز ده ننزله شويه، ونيجي من هنا ونخليها ريفلكتد، ونبتدي نلعب في الزاويه دي لحد ما نوصل لحاجه مناسبه. يعني بص كده بتظهر معانا اهي، وبتظهر معانا من تحت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. ظبط انت بقى براحتك، انا بشرح بسرعه عشان بس وقت الفيديو. تمام. وممكن برضو نعمل حاجه، نكتب كيلو صوفي. تمام. ونختار اللون برضو بتاعها يبقى ابيض. ممكن نختار فونت اريال، نختار ريجولار صغر. تمام. وبعد كده باعد بين الحروف بالشكل ده، كنترول تي برضو صغر. بعدين وانت دايس على شيفت اقلبها بالشكل ده صغر برضو، وهاتها مثلا من هنا كده خليها كده. ممكن تيجي هنا نختار مثلا حاجه بولد شويه، وانت دايس وانت واقف عليها الت واسحب الناحيه التانية. تمام. طب دلوقتي يتبقى معانا، احنا نعتبر دولك كده ظبطناهم كلهم. خدهم كده وانت دايس على اول واحده شيفت لحد اخر لير وكنترول جي، وسميه مثلا فرونت اللي هو وش الكفر بتاعنا. يبقى احنا كده عملنا وش الكفر بتاعنا. ممكن نيجي هنا عند طبعا انت اول ما هندوس كنترول وتحدد هيحدد لك الشيب اللي احنا عملناه، فاحنا نقفل الشيب وهنيجي هنا كده عند اسمها ايه الشيب بتاعنا ده، ونيجي عليه ونعمل ليفل واحده ليفل برضو. تمام. ونعلي الليفل ده شويه وننزلها كده، يعني حاجه زي كده كويسه قوي. وممكن نيجي عليها وندوس دبل كليك ونعمل هنا الجلو. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، نخليها هنا اوفرلاي وهنا باللون ده حلو. والسايز ممكن نقلله شويه او شويه كده مثلا. تمام. وندوس اوكي. بعدين هنيجي هنا ونعمل كريت لاير، واللاير اللي احنا عملناها دي هنعمل لها كليبنج ماسك واحنا واقفين عليها يا شباب، ونعمل كده. تمام. اتبقى معانا ظهر الغلاف. هنستخدم نفس الصورة اللي احنا استخدمناها في وش الغلاف، ولكن بطريقة تانية. هننزلها تحت الجروب بتاع وش الغلاف. تمام. وندوس كنترول تي نكبرها كبر مثلا بالشكل ده. تمام. وبعد كده هنيجي واحنا واقفين عليها ونختار ليفلز زي ما عملنا هناك، ونحدد بقى الليفلز المرة دي هنعليه شوية يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنيجي برضو من أداة الجريدينت. تمام. ونعمله بالشكل ده كده. حلو زي الفل. وبعد كده هنعمل كنترول جي عشان نعمل منه واحد كمان، وهنخلي ده للنص. تمام. وهنيجي من أداة الجريدينت برضو واحنا واقفين على الماسك، ونعمل كده بالشكل ده. حلو. ممكن ده ندوس عليه كده مثلا ونحاول نخليه مثلا ايه، يعني انا بحاول برضه انجز في وقت الفيديو، بس في نفس الوقت عايز اظبط معاك الغلاف بالظبط زي ما انا عملته. بالشكل ده يا شباب. بعد كده هنضيف الصورة اللي احنا استخدمناها في ظهر الغلاف عندنا، وهنيجي من هنا ونختار الأداة دي برضو الريكتنجل، ونعمل كده بالشكل ده مثلا، ونخليها شكل دائري. تمام كده. وننزلها تحت واحنا واقفين على دي، نعمل لها كليبنج ماسك كده. تمام. ونرفعها شوية الشكل ده مثلا، وندوس كنترول جي. وبعد كده من فلتر من سيلكت سبجكت، وبعد كده نعمل ماسك
ونحدد دي ودي، كنترول على اول واحده بعدين كنترول على تاني واحده، ونتعامل كده، وناخد دي برضو معاهم وننزلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام تمام. في شايفين دي، ارفع ده بس كده، الفرونت ده خليه لوحده. دولت ممكن نعمل ايه بقى؟ الغي دي، الغي من عليها الماسك وارفعها هنا كده بالشكل ده. تمام تمام. هنيجي برضو عند الشكل بتاعنا اللي هو ده، وندوس كنترول ال، ونعمل له برضو ايه، ماسك بالشكل ده. ونيجي من هنا ونختار اداة الجريدينت برضو عشان نعمله بالشكل ده. حلو حلو. وهنيجي عليه برضو ونعمل ليفلز واحد كمان، ونعمل له كليبنج ماسك. ركز كويس قوي. ونعلي دي شويه، ونيجي من اداة الجريدينت برضو ونحدد كده. حلو حلو. شايف الشيب ده هندوس كنترول جي، خد اللي تحتيه. تمام. ودوس عليه كده، واعمل لي ستروك. خلي الستروك عادي كولر باللون الابيض. قلله شويه مثلا لحد 5، جميل جدا. والغي الفيل خالص، انا عايز بس الستروك ذات نفسه بالشكل ده. تمام. وهنيجي هنا نختار النجمه اللي احنا عملناها بالشكل ده، نصغرها ونخليها كده. هنعملها هنا ونختار سكرين، تبقى عندنا بالشكل ده. وبرضو ممكن زي ما احنا عليها كده ونكررها، نعمل منها واحدة هنا، ونكررها ونعمل واحدة الناحية التانية، ندوس على الت ونسحب الناحية التانية بالشكل ده. وطبعا لو انت شايف الغلاف الأصلي فهو الظهر أغمق من كده، وفي نفس الوقت كان في جملة هنا مضافة، فعادي جدا. شايف ديت، هندوس ديليت للماسك ونخليه غامق بالشكل ده، ونقللها بس شوية كده. دلوقتي الشباب انا ضفت الجملة، ما تخليش حاجة توقفك، خليك قاعد. تمام. هي طبعا عادي يعني، ضيف اللي انت عايزه، فاهم؟ بس على فكرة الطلاب بتحب برضو الحاجات اللي هي يكون فيها سنة هزار والكلام ده كله. بص بقى بص بقى، شايف دي؟ ديت بقى غلطة اللي هي بتاعت البرق كده. دلوقتي شباب اتبقى الرقم. تمام. هنكتب كلمة كونتاكت اس، وندوس ونكتب الرقم بتاعنا. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفونت دوت برضو يا شباب هتلاقوه مع الملف اللي انا رافعه دي، مع الشرح يعني، هتلاقوه برضو على التليجرام مثلا. ولو في رقم مميز ولا أي حاجه، فاهم، بتروح دايس عليه وكنترول تي، وكبره شويه كده بالشكل اللي انت شايفه ده. شايف الشكل دوت برضو؟ هنكرره. تمام يا شباب. ونعمل كده، واحد الناحيه التانية كده. وهنيجي هنا ونكتب فيلو صوفي. تمام. وندوس كنترول ايه بعد ما عملناها كلها، ونختار الشكل ده عشان نجيبهم كلهم ناحية الشمال، ونصغرها ونستخدمها بالشكل ده. تمام. الفولت ده برضه يا شباب هتلاقوه مع الملف اللي انا رافعه مع الفيديو. ظبط انت بقى وتعامل، انا بحاول ان انا انجز بس عشان وقت الفيديو، فاهم، واطلع لك باحسن نتيجة. طبعا انت تقدر تطلع بشكل احسن من اللي انا عامله ده، وبراحتك انت. اتبقى بس حاجة اخيرة كده في وش الغلاف. هنيجي هنا عند اللي هي اللاير بتاعت الشيب اللي احنا عملناه في الاول ده، نختار دي، نختار كده الشكل ده، ونعملها كيرف.
وبنفس الفونت بتاع الرقم. طب يا شباب، دلوقتي احنا الحمد لله قدرنا نخلص الغلاف سوا. يعني الحمد لله رب العالمين، هو يعتبر ما خدش وقت معانا، وزي ما انتم شايفين النتيجة جميلة واحترافية. اتمنى يكون الشرح عجبكم، واشوفكم في الحلقات الجاية ان شاء الله. ما تنسوش يا شباب، يا ريت تدعمونا بلايك وكومنت جميل زيكم، واشتراك في القناة عشان ما يفوتكش كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.